فانا دخلت فيها بهذه المفهوم، فيمكن ما اتقنتش المساله قوي او ما احترفتش ومش هحترف، لكن انا مصر ان انا اكمل مساله على هامش السيره الذاتيه دي عشان تجربتي اللي انا بعتقد ان انا عشتها بشكل يمكن مبالغ فيه اكتر من اللازم لغايه سن ال 73 دلوقتي. نفسي ان انا اقدمها للناس، لا انا طمعان منها ان اقدم نفسيتي كشخص وكذا وان انا يعني بفخر باي حاجه، لان انا رايي ان السجن ما هوش شيء يفخر به ولا حاجه، شيء غير انساني وفظيع حتى لو كنت في وسط زملائك. فانا بجتهد وبحاول اكتب حاجه، لكن حريص على ان اللي يقراها ما يشتمنيش، ما يزهقش، يلاقي فيها اكتشافات. رشدي عايز تتكلم؟ لا انا لو انا فاكر يعني يلاقي شخصيات جديده هو عارفها. يعني ما اعتقدش ان حد ما عرفش حد زي حسن عطيه، ما عرفش شاويش زي بلجانين ما عرفش حد زي المعلم كرم بتاع الحشيش بتاع، ما شافش حد زي الطفل ولد الوليه حبسته عشان هو بيتعلم وعاوز ياخد الاعداديه. طب دي الواحد يسيبها ازاي؟ انا لما مبروك كلمني جات لي فكره روايه كان ممكن اقعد اكتبها في 48 ساعه، لان هزتني زنزانه شعراوي اللي احنا اتحبسنا فيها. انا اتحبست عشان رحت السويس وعملت مجلات في السويس وقفلوا قصر الثقافه وسعد وهبه يقول لك في دوسيه قد كده من رئاسه الجمهوريه وما فتحوش قصر الثقافه الا لما جه واحد من المخابرات بقى مديره، لان احنا طلعنا فيه مجله. وبعدين عاشرنا هناك اليهود وقضيه تصفيه اليهود على يد الامن المصري ومحاوله تهجيرهم ومساومتهم على بيع املاكهم بتراب الفلوس. وعلي شلش الله يرحمه كان شاهد انه كان بيكتب كل يوم شكوى واثنين وثلاثه عشان الناس تستنجد بيها. وبعدين الاخوان اللي موجودين، تجربه الاخوان من الشيخ علي سعود اللي فقد بصره الى احمد رائف اللي كانوا بيكرهوه الاخوان وخرج راح عمل قرشين وفتح دار النشر الله يرحمه بقى، ما مش عايزين نجيب سيره الموتى. يعني تجارب وناس. ما هو انت هو شغلتك ايه؟ انك انت تتكلم عن اللي شفته، عن اللي انت عارفه. مانيش هالف، الف احيانا لاني لازم ارسم، يعني استخدم قدرات الكتابه للاطفال باني اعمل شيء او علاقتي بالمسرح وقرايتي في المسرح ان اخلي الدراما تتطور بشكل انساني، ان الشخصيات تترسم وتتصرف بشكل متوازن مع صفاتها. ده اللي انا بعمله، وانا ما اطمعش لاكون روائي، وزي ما طمعتش ان اكون شاعر يعني كبير ولا حاجه، بحيث ان تتكالب دور النشر على طباعه اعمالي كامله. انا 3/4 كتبي طبعتها على حسابي من لحم الحي بتاع اشرف وفيروز والعيال دي اللي كان المفروض تتصرف عليهم الفلوس دي، صرفتها وطبعت كتب. مش ندمان لان انا عارف التركيبه الثقافيه المصريه. مشكلتنا الثقافيه هي اننا نشوف ايه اللي بينقصنا عشان نغير ثقافه هذا الشعب من ثقافه التواتر والخرافه الى ثقافه العلم والعدل. وده في ايدنا، واليسار يقدر يعمله وطول عمره بيعمله، بس للاسف تغلبت علينا نظم ما يزعل منها النصريين بقى يلا بالمره. النظم الامنيه النصريه لانها ما زالت حتى الان هي اللي بتحكم. واي واحد منكم كان يشوف لجنه الدستور لما رجال وزاره الثقافه هجموا على اللجنه عشان يشوف بقى من اول الوزير وكل الاشكال، مش عايز اقول اسامي، كلهم رايحين عشان يقولوا وجهه نظر الدوله، مش الدوله الاخوانيه لا بعد الشر يعني، لا الدوله اللي الاخوان من ضمنها بصفتهم جزء من الطبقه كانوا رايحين يقولوا ارائهم هم في مساله الحريات. الوحيد اللي اتكلم في صالح الجماعه صلاح عيسى لما تبنى مساله موضوع الرقابه وكده، لكن الباقي كلهم اتكلموا في حدود ولذلك هم ما زالوا النظام يوليا البوليسي ده ما زال هو اللي مسيطر وهيشغل الاخوان عنده
طبعا هيجدوا هم سعاده شديده لانهم يحبوا السلطه قوي ويحبوا يشتغلوا مع السلطه يعني. انا مش عارف، انا مش عايز ارغي كتير، لكن انا اشكركم اولا فردا فردا، حتى احفادي وحفيداتي اللي جم النهارده بشكرهم لانهم تحملوا هذا المشقه، والناس اللي جت من 6 اكتوبر واللي جم من مصر الجديده واللي من هنا عشان يقولوا لي ان احنا قريناك ومبسوطين من اللي انت بتعمله، وده يكفيني. لان تليفون زي تليفون مبروك او تليفون فتحي العسال او تليفون اي حد يكلمني، عشان انا بعمل الحكايه دي مع الاخرين، لما بتتعامل معايا بحس بسعاده كبرى، وبحس ان انا النهارده قاعد في وسط عيلتي، مانيش محرج ان اقول كلام اللي انا بقوله. وبشكرك يا استاذ احمد شرف انك جيت، شكرا جزيلا لكم. وكل واحد قال كلمه في حق الفن، مش في حق انا، اللي في حق انا باخده بدراعي. لان لما بيسالوني انت مضطهد ليه؟ وانا بقول لهم انا مش مضطهد، انا اضطهد بلد. انما مضطهد لان ما لم اولا يوسف السباعي بعد لجنه الاطفال، ما في اول ما جايزه الاطفال دي كلها اجمعت على ان تدي الجايزه لسمير عبد الباقي. سهير القلماوي قالت لهم لا استنى، اما نسال يوسف بيه بكره، يوسف بيه شطب اسمي. ده بقى الموقف من جوائز الدوله، ومش مستنيها منهم، لان هم جوائز الدوله زي حفلات الافتتاح، زي الطيارات للمعارض في الخارج، زي الطيارات للزيارات، زي التبادل يعني مش زعلان، ومش زعلان ان انا ما بنشرش. انا واحد كلمني النهارده في التليفون وقال لي قريت الوطن؟ قلت له مالها الوطن؟ قال لي الثقافه الجماهيريه هتطبع الاعمال كامله لعبد الرحمن ابن ودود. قلت له يا سيدي يشبعوا بيها، امال حقه. واحمد مجاهد هيطبع الاعمال الكامله لابو جلينيك. قلت له انت بتقول عشان تغيظني؟ انا زعلان لان احمد مجاهد عنده الاعمال الكامله لهشام السلموني من 2 سنين، وهو اللي طلبها بنفسه واحنا قدمناها له بنفسه من 2 سنين، ومش هيطبعها، انما يطبع لاحمد فؤاد نجمه او يطبع ليه؟ لانه كله بيتصور جنب مظله السلطه، فارجوكم تفتكروا ديت. انا فرحان بيكم وفرحان بان اللي عملته حتى لو كان روايه بسيطه وصلت الى قلوبكم بالشكل ده، وما اعتقدش ان في تكريم في الدنيا رغم ان كلكم اصحابي يبقى احسن من التكريم اللي حصل النهارده لروايه زمن السلام.